دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. كما كتشوفوا اليوم غادي نشارك معكم واحد الفيديو اللي هي جديده. هاد الفيديو هادي موجهه للناس اللي مقبلين على الامتحان الجهوي ديال ثالثه اعدادي، يعني الناس اللي عندهم هاد العام التاسعه وعندهم امتحان يعني امتحان جوج الامتحانات. عندكم امتحان في الدوره الاولى يعني في الاخر ديال الدوره الاولى، وكاين عندكم امتحان اخر في الاخر ديال الدوره الثانيه. هاد النصائح اللي غادي نقدم لكم اليوم غادي نفيدكم بزاف وغينفعوكم بزاف، يعني وانتم كتقراو وانتم كدوزوا الامتحانات ديالكم. لانه غادي يخلوكم انكم تفادوا بزاف ديال الاخطاء ما طيحوش فيهم اللي كنا طحنا فيهم حنايا وما كناش عارفينهم. وغادي ينفعوكم بزاف انكم يعني تطوروا من ذاتكم وتطوروا من نفسكم، ويعني يعني تغيروا من المستوى الدراسي ديالكم. الا كان هابط تعاودوا تزيدوا به القدام، وحتى الا كان يعني طالع تزيدوا به اكثر ان شاء الله. المهم الا كنت اول مره كتشوف القناه ديالي ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس باش توصل بجميع الفيديوهات. ويلا نبداو على بركه الله. تعرفوا التاسعه هي واحد المرحله كندوزوها كاملين، يعني كنا كندوزو منها. وكنا فاش كنكونوا في هذيك المرحله يعني كنحسوا بالخلعه، كنحسوا بزاف ديال الحوايج كيجيونا ديزيدو لي هما نيجاتيف. كتقول راه انا ما غنقدرش ندوز داك الامتحان، ما غنقدرش ندير شحال من حاجه رغم اننا دوزنا السادس. ولكن كل مره كتزيد يعني يعني كتزيد في المستويات، كتحس براسك بحال كتزيد الصعوبه. ولكن كونوا على يقين الا طبقتوا هاد النصائح اللي غادي نقول لكم وحاولتوا تتفادوا الاخطاء اللي غادي نذكرها اليوم في هاد الفيديو هادي، كونوا على يقين انكم غادي يعني ما غاديش تلقاو حتى شي مشكل. وكونوا على يقين كما قلت لكم ان التسعه راه سهله. راه شوفوا كل واحد في كل يعني كتلاحظوا واحد القضيه، اننا مثلا فاش كنا في السادس ودوزنا داك الامتحان في الاخر ديال العام، فاش دوزنا غير كتوصل للسبعه كتقول واه داك العام اللي دوك الامتحانات اللي دوزت داك العام والدروس اللي دوزت داك العام راه كانوا ساهلين. راه دابا هادشي اللي كاين فيه انا دابا هو اللي صعيب. ولكن راه كلشي ساهل، غير الانسان خاصو يخدم وخاصو يتابر وخاصو يعني يعطي الوقت لديك الحاجه اللي فيها هو دابا. يعني مثلا كيما ما فهمتش كيفاش غادي نشرح لكم. ولكن دابا داك الحوايج اللي كدوزو دابا نتوما حاولوا تعطوها الوقت الكافي ديالها، وتحاولوا يعني ما تخلعوش منها وتقولوا راه صعيبه لا وما تحكموش عليها، يعني تحكموا عليها ديريكت. يعني حاولوا انكم تعطيوها وقت عاد حكموا عليها واش هي صعيبه ولا لا. لانه الانسان حنا المشكل ديالنا كبشر هو اننا كنعطيو داك الاحكام المسبقه اللي كتمنعنا اننا نبداو اي حاجه، وكتمنعنا اننا نمشيو نكملوا يعني نديروا واحد المغامره كما كنقولوا. بحال مثلا دابا واحد الدرس كانت وقعت ليا مثلا انا فاش كنت في لافاكولتي، كانوا عندي بزاف ديال لي موديول في الاس ا، ولكن واحد الموديول كنت خايفه منه، كنت عطيت عليه واحد الحكم اللي هو مسبق انه صعيب. يعني انا فاش كندخل عند البروف كنسمع ليه وكنسمعو كيشرحوا لي كيجيني داكشي غير تخربيق يعني. ولكن فاش جيت كنشوف من بعد ما دوزت الاس ا وشفت لا نوت اللي جبت فيه صراحه وما كنتش راضيه عليها، فاش وصلت للاس دو ورجعت كنشوف يعني الطريقه ديال الامتحان وكيفاش كان كيتحل، ويعني الامتحان كيفاش كان سهل بعدا. يعني حسيت بالذنب كبير يعني. ومن ديك الساعه قلت انه ما بقيتش غادي نحكم على شي موديول، وما بقيتش غادي نحكم على شي ماده كيف ما كان النوع ديالها، وحتى نعطيها وقت ديالها. عادي ديك الساعات غادي نقول انا واش هاد الماده صعيبه ولا ما صعيباش. انا اللي عندي الحق انني نحكم عليها، ما نسمع لتا شي يعني لتا شي راي ديال شي واحد اخر. يعني انا نعطيها وقتها، ديك الساعات عندي الحق انني نحكم عليها ونقول واش صعيبه ولا لا، لانه كل واحد فينا والقدرات ديالو كتختلف من شخص لاخر. المهم هذه اول حاجه غادي نقولها لكم، حاولوا تبدلوا من يعني الفكره ديالكم وما تحكموش على حتى شي ماده كيف ما كان النوع ديالها وكيف ما كانت. يعني انت عندك المات دوزتي مثلا الدرس الاول جاك سهل، الدرس الثاني جاك صعيب، ما تحكمش عليه حتى تعطيه وقت وعطيه سيمانه كاع وشوف واش جاك صعيب ولا لا، لانه كون على يقين انه لا عطيتيه وقته غيجيك سهل. هذه اول حاجه غنعطيها لكم. حاولوا انكم تفادوا الاحكام المسبقه على اي حاجه. خدمها نتايا وعطيها وقتها، عادي ديك الساعه تقول راه هذه الحاجه جاتني انا صعيبه، انا اللي جاتني صعيبه. ما تبقاوش تسمعوا للناس اللي على برا وهذا قال لك صعيبه وهذا، حيت راه الا جيتو تشوفوا سولوا واحد مثلا كيقرا مزيان وواحد ما كيقراش مزيان ما كيديهاش في قرايته، كونوا على يقين ان هذاك اللي ما كيقراش مزيان غيقول لك هذوك الدروس صعاب وما غتفهم والو ما غدير والو. ولكن داك اللي كيقرا مزيان وكيخدم وكيحاول، ماشي بالضروره تسمعوا كيقرا مزيان راه كيجيب دي بون نوت، كاين اللي كيجيب غير 12 ولكن راه كيقرا. يعني كيتابر وكيقرا وكيفهم كل درس وكيحاول يضرب تماره. كونوا على يقين انه غيقول لك راه هذاك الدرس صعيب، ولكن راه الا خدمتي عليه غيجيك ساهل. هاد الهضره كلشي كنسمعوها من الناس الاخرين. فتفادوا الاحكام المسبقه على اي درس على اي حاجه، وحتى تخدموه نتوما وتعطيه وقت ديالو على ديك الساعه تحكموا عليه. هذه اول نصيحه غادي نشاركها معكم اليوم، هي تفادوا الاحكام المسبقه على اي حاجه.
فالنصيحه اللي غادي نعطيها لكم من بعد هي النصيحه ديال انكم خاصكم تكونوا اجور في الخدمه ديالكم. داكشي اللي قريتو في الصباح ولا داكشي اللي قريتو في النهار ديالكم كامل ضروري خاصكم تجيو وتراجعوه في الدار. الا ما كنتوش كديروا هذه الخدمه في الدار هذه فكونوا على يقين انكم راه ما غديروا والو في الامتحان، لان الامتحان كيبغي الخدمه اجور لواحد المده اللي يعني قبل تكونوا خدمتوا بزاف يعني ديال الشهور ولا ديال اليامات باش انكم تقدروا تجيبوا داكشي اللي بغيتو ولا تجيبوا ديك لا نوت اللي نتوما كتمناوها، ولا باغيين يعني تدوزوا هذيك ديك التاسعه وتفوتوها يعني ان شاء الله باذن الله. ضروري خاصكم تكونوا كتخدموا اجور وتخدموا يعني داكشي اللي قريتي في المدرسه ديالك خاصك تجي تعاودوا وتخدموا وتفهموا مزيان. لي سيغي ديكزارسيس خاصك تجيو تعاودوهم وتفهموهم عن ظهر قلب وتحفظهم عن ظهر قلب وتفهم كل حاجه علاش تحطات هنا وهذه علاش تحطات هنا. حاجه اخرى اللي غادي نقولها لكم هي ديروا تلاخيص. ديروا تلاخيص وانت كتوجد لهذا الفرد الاول ديالك اللي مقبل عليه. انت ما عرفتش امتى غادي تشوف هذا الفيديو هذه، ولكن انا جو سو سيغ انكم مازال ما دوزتوش الفروض ديال الدوره الاولى. الفرد الاول بعدا ديال الدوره الاولى فاش غادي نلوح هذا الفيديو هذه ما غتكونوش باقي دوزتو. فانتم كتراجعوا لذاك الفرد الاول حاولوا انكم ديروا تلاخيص لدوك الدروس، والدروس ديالكم فهموهم مزيان مزيان مزيان. ما تخلي حتى شي حاجه تفوتك في الدرس فهموه مزيان، لانه الا فهمتي الدرس مزيان غادي يكون على يقين ان التمارين غيجوك ساهلين. ولكن هذا الشيء ما كيعنيش انه ما تخدمش التمارين، انه الا فهمتي الدرس راه ما غاديش تخدم تمارين، ولكن غير بحال قلتوا الدرس غيسهل عليكم الاموريه ديال التمارين. بحال مثلا فاش غتقرا شي كلمه ولا شي حاجه غادي تكون فهمتي علاش تحطات هنا وعلاش تحطات في هذا التمرين هنا واشنو هو يعني علاش حنا حطيناها اصلا تماك. يعني لانه خصوصا في الفيزيك فاش يعني ما كيحط لك شي انفورماسيون حتى الا وعندها مثلا فاش غنقول لكم يعني عندها واحد التاثير على التمرين. يعني خاصك دير مثلا فاش تبغي تجاوب على شي سؤال مثلا خاصك تاخذ اون كونسيديراسيون هذاك الشيء اللي عاطينك في لي دوني. يعني دوك لي دوني اللي كيعطوهم لكم راه خاصكم ضروري تستغلوهم في الاجوبه ديالكم على الاسئله. كما قلت لكم الدروس ديالكم ديروا لهم تلخيص. نقدر نبارطاجي معكم الطريقه ديالي كيفاش كندير انا التلخيص ديالي، بما انه انا كنقرا في لا فاكولتي دو سيونس ومتبعه لا فيليير ديال اس ام بي. بالنسبه للفيزيك غادي نوريكم كيفاش كندير التلخيص ديالي وكيفاش كنخدم الماده ديال الفيزيك. والحمد لله فاش كندوز التاسعه يعني في الدوره الثانيه في الامتحان اللي دوز في الاخر ديال العام كنت جبت في هذاك في الفيزيك 19 ونص واقيلا ولا 19.75، وكان بامكاني نجيب فيها 20. غير هو السبب اللي ما خلاني نجيب فيها 20 هو انه شنو طرا ليا. خدمت الفرد كامل ووصلت لواحد السؤال وكان خاصو شويه ديال الوقت اكثر من الاسئله الاخرين، وقلت انا غادي نكمل هذوك الاسئله الاخرين اللي ساهلين وديك الساعه ترجع ليه هو الاخر. وكانت بقات لي 10 دقائق مازال كنعقل عليها وبقى فيها حال الصراحه، لانه بقات لي واحد لا كيسيون وهذيك لا كيسيون انا درت ليها لا سوليوشن ديالي في العقل ديالي، ولكن شوف سبحان الله العظيم ربي ما بغانيش نجاوب عليها ما عرفتش علاش. كنحاول بحال قلتو انا عندي لا غولاسيون باش غادي نخدم هذاك الشيء بحال تخربق لي عقلي في هذيك لا كيسيون اللي بقات لي الاخره باش تخربق لي عقلي. ما بقيتش لقيت كيفاش غادي نخدم هذيك لا غولاسيون ومع يعني شنو هي لا غولاسيون الاخرى اللي خاصني ندخلها معاها. ما بقيت 10 دقائق وانا كنكتب في الورقه باش نجاوب على ديك لا كيسيون بوحدها واقيلا على 0.25 ما عرفتش داكشي ما عقلتش بالضبط، ولكن بقات لي هي بوحدها وبقى فيها الحل وكان بامكاني نجيب 20 مع العلم انني عرفت الجواب ديالها وقلت زعما نخليها حتى الاخر عاد نجاوب عليها. ولكن ما كتبش انني نجاوب عليها وجبت 19 ونص وقالوا لها 19.75 في داك الفيزيك. وغادي نبارطاجي معكم فيديوهات اخرين على يعني كل ماده كيفاش تخدموها. لا ميم شوز بالنسبه للمات فيه 19 ونص حتى هو 19.75 حتى هو لا ميم شوز بالنسبه ليه. الا بغيتو نبارطاجي معكم بحال هاد لي فيديو هادو ما تنساوش تقولوها ليا في لي كومونتير وانا غادي نشاركو معكم ان شاء الله. كما قلت لكم ضروري خاصكم يعني ديروا تلخيص وتفهموا الدروس ديالكم مزيان 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 وتخدموا لي زيكزارسيس مزيان. والتمارين الله يجعلك تكون انت جاوبتي عليه صحيح خدموا 2 مرات 3 ديال المرات. وعاوتاني ركزوا على الوقت على القدر ديال الوقت. مثلا نقول هاد التمرين هذا نخدمه في 4 ساعه، حاول انك تخدمه في 4 ساعه. وحاجه واحده اخرى عاوتاني وانتم كتخدموا لي زيكزارسيس ديالكم ما تمشوش ديريكتومون لا سوليوشن. حاولوا انكم يعني نتوما خرجوا ديك لا سوليوشن بوحدكم وخذوا مثلا نقولوا انا غادي نحط نص ساعه وما غاديش نشوف لا سوليوشن. خدم على داك ليكزارسيس واخا ما تجاوبش عليه مزيان حيت كمل ديك نص ساعه سير ديك الساعه يعني طلع على لا سوليوشن وشوف علاش انا ما جاوبتش على هذه واش علاش انا كتبت هذه هنا وعلاش ما درتش هذه هنا. وبقاو كونوا يعني عودوا نفسكم انكم تبقاو تطرحوا الاسئله على راسكم. فمثلا لقيتي شي حاجه ما فهمتيش ماشي دوزو تخليها لا علاش درت هذه الحاجه هنايا وسير قلب على الله يجعلها تاخذ لك ربع ساعه ولا 20 دقيقه كاع من وقتك وانت كتقلب عليها. ولكن كون على يقين انه حيت تعود نفسك انك تبقى تخدم بهذه الطريقه هذه راه غادي تمشي بعيد في القرايه ديالك وغتمشي بعيد في يعني وغادي تزيد من المستوى ديالك ما غاديش تبقى في نفس المستوى اللي انت فيه دابا. المهم كنتمنى نكون وصلت لكم الفكره. كما قلت لكم ديروا تلخيص للدروس ديالكم فهموا الدروس ديالكم مزيان عاد ديروا لهم تلخيص
وخدموا لي زيكزارسيس مزيان مزيان مزيان، وبقاو تعاودوهم شحال من مره باش تضمنوا انكم فهمتوهم مزيان. واي حاجه كتلقاوها ماشي دوزوها غير تحيدوها. مثلا تشوف شي حاجه وما تفهمتيهاش تقول راه صافي كتبها الاستاذ هنا، راه صافي غير غنحفظها. لا، فهم علاش تحطات تماك، ماشي غير تزيد، ماشي غير تجي وتدوز عليها. المهم كنتمنى كما قلت لكم نكون وصلت لكم الفكره من هنا. يلا ندوزو النصيحه اللي تابعه هذه ان شاء الله. الاخرى اللي غادي نقولها لكم هي حاولوا انكم تبعدوا من السوشيال ميديا وانتم كتقراو. مثلا في لابيريود ديال الريفيزيون ديالكم ولا حتى في التاسعه ان شاء الله. انا بالنسبه ليا ما كانش عندي تليفون في لابيريود ديال التاسعه، ما كانش عندي اصلا حيت ديك الساعات حنايا فاش لابيريود فاش دوزنا يعني بحال قلتو يعني ما كيكون عندك تليفون حتى كتوصل السانكيام ولا السيزيام ولا كاع على باك عاد كيكون عندك تليفون. ولكن دابا كلشي عنده تليفون الحمد لله. يعني ماشي سميتو ماشي حتى واحد ان شاء الله ما غادي يكون محروم منه. واصلا هذا الجيل ديال دابا كلشي راه كاين عنده تليفون عادي. المهم كما قلت لكم راه سميتو كما قلت لكم انا فاش كنت في التاسعه ما كانش عندي تليفون، وهذه احسن حاجه كنحمد عليها ربي وكنشكر عليها يوميا يوميا انه في التاسعه ما كانش عندي تليفون. وكنت وقتي ما كنتش كنلقى اصلا فاش ندوز وقتي، يعني كنت كندوز وقتي غير في المراجعه وكذا وكذا، وما كانش عندي حتى شي حاجه اللي يعني تبرزتني على القرايه ديالي. فكما قلت لكم بعدوا من السوشيال ميديا. الا كان وانت كتقرا حاول تبعد من السوشيال ميديا. ولا كان عندك يعني شي طابلت ولا بيسي حسن خدم به، وحيد عليك تليفون كاع هاد العام طفيه وحيدو عليك كاع باش كاع ينفعك. واتساب تقدر تحلو في البيسي ديالك ولا تقدر تحلو في الطابلت ديالك. بعد من انستغرام، من سناب شات، من فيسبوك، اي حاجه اللي كتشتك. خلي عندك يوتيوب صافي، لانه هي فاش غادي تقلب على لانفورماسيون، لانه لي بروف كاينين دي بروف اللي كيشرحوا الدروس في يوتيوب. وجوجل بركه عليك. والواتساب لانه بعض الاساتذه دابا ولاو كيخدموا بواتساب، كيصيفط لك الدرس ديالك، كيصيفط لك تمارين، كيدير جروب مثلا في الواتساب باش انه يصيفط لك هادشي. الا كان عندك شي استاذ داير شي جروب بحال هكا، ما لا ما كانش راه بلا ما تحتاج الواتساب ما عنده ما باش يفيدك. كما قلت لكم ولا بالنسبه لكم نتوما مثلا ما عندك لا بيسي لا طابليت لا شي حاجه مفروض عليك تخدم في هذاك التليفون، غادي نبارطاجي معكم. انا حطها لكم دابا هنايا، ما عرفتش شنو هي السميه ديالها، ولكن واحد الابليكاسيون الا بغيتو نتعمق فيها اكثر. هي واحد الابليكاسيون كتسيليكسيوني فيها لي زابليكاسيون اللي ما بغيتيهمش مثلا تدخل ليهم وبغيتيها تبلوكيهم ليك، ماشي زعما ما تشارجيهمش، ولكن كيكونوا عندك في التليفون غير هو ما كتخليكش تدخل لهم. مثلا انت كتراجع مثلا كتوقع لي ديك القضيه، كتكون كتراجع في التليفون ولا كتمشي مثلا كتدخل يوتيوب كتبي تقلب على شي درس كتلقى راسك في الانستغرام، كتلقى راسك في فيسبوك. هاد لابليكاسيون هادي كتبلوكي لك هادوك لي زابليكاسيون باش ما تبقاش تدخل ليهم، فهمتي؟ حتى تسالي القرايه ديالك وحلهم. كاين فيها واحد عاوتاني واحد القضيه زوينه اللي عجبتني فيها، هو انك كتحدد الوقت اللي باغي ديرو في هذيك لابليكاسيون. مثلا انا باغي في النهار ديالي نخدم مثلا في ديك لابليكاسيون ساعه صافي، كتحدد الوقت ديال ساعه، غير كتسالي ديك الساعه كتبلوكي لك هي ديك لابليكاسيون المده ديال يعني ديال النهار كامل، يعني ديك 24 ساعه حتى كدوز 24 ساعه عاده كتعاود ترد لك عاوتاني ساعه. عاوتاني الحق عندك، كيكون عندك الحق في انك تخدم ساعه صافي ولا البريود اللي انت حددتيها صافي. ونصيحه ما تفوتوش نص ساعه في السوشيال ميديا غير الا بغيتو تعرفوا اخبار وهكا وشي حاجه بحال كتعرفوا يعني مثلا تقولوا نتوما بغيتو ترتاحوا كيعجبكم تمشيو للسوشيال ميديا، شي حاجه عاديه. المهم غادي نحط لكم لابليكاسيون هنايا. المهم غادي تلقاوني كنت حطيتها لكم في المونتاج، الا ما حطيتهاش لكم في الاول نحطها لكم دابا. ويلا ندوزو للنصيحه اللي من بعد من هذه. واحده اخرى اللي غادي نقول لكم، كل واحد فيكم عنده واحد لومبلوا دي طون مختلف على الاخر. فحاولوا انكم هذاك لومبلوا دي طون ديالكم حطوه وشوفوا يعني السوايع اللي عندكم خاويين وعمروهم يعني نتوما بالمواد اللي باغيين تراجعوا كل نهار. مثلا انا باغي نهار 2 نراجع الماده كذا وكذا، نهار 3 باغي نراجع ماده كذا وكذا، وباغي ندير فيها تلخيص يعني ديال هاد الماده هذه. والمهم يعني نتوما حاولوا انكم ديروا جو بريفير انكم تبعدوا تنوضوا الصباح بكري شويه. يعني بالنسبه للحفاظه، يعني بالنسبه للمواد الادبيه ديروهم في الصباح بكري بكري. يعني مثلا الا كنتي داخل مع العشرة ولا مثلا مع العشرة، حاول تفيق مثلا مع ديك 6 ديال الصباح هكاك، صلي الفجر ديالك او ابخي بدا الحفاظه ديالك ديال المواد الادبيه ودير لهم التلخيص ديالهم حتى هما خرائط. الا كنتخدموا بديك الطريقه ديال الخرائط راه زوينه بزاف. وبالنسبه للعشيه خدموا فيها المواد العلميه. راه الا جيتو غير مع السبعة ديال العشيه 8 كاع الا بديتو، راه من 8 حتى ل 11 ديال الليل ولا حتى ل 10 ديال الليل راه كافيكم باش انكم نتوما الدروس ديالكم ديروا لهم التلخيص وديروا لهم كلشي وتفهموهم. يعني تاخذ واحد درس من فيزيك راه كافيك ساعتين ولا 3 سوايع انك دير فيها تفهم الدرس ودير ليها التلخيص ديالها ودير ليه التلخيص ديالو. وفي نفس الوقت يعني تقدر دير نهار اخر خاص غير بالتمارين. المهم فرقوا الخدمه يعني على الايامات ديالكم، والسبت والحد خاص حاولوا انكم تستثمروه مزيان في المراجعه ديالكم. وبحال مثلا نهار الحد خصو غير العشيه مثلا هي ديال الراحه، ولا الصباح ديال الراحه والعشيه عاوتاني خدمه. من كل واحد فيكم يعني لومبلوا ديال الطون ديالو هو ان ليسونسيال هو انكم حاولوا ديروا واحد البرنامج ديال المراجعه ديالكم خاص بكم على حسب لومبلوا ديال الطون ديالكم ولا حسب الوقت اللي خاوي عندكم.
دابا ندوزو للنصيحه اللي من بعد، واللي هي بالنسبه فاش غيقربوا الامتحانات ان شاء الله، الامتحانات ديال الامتحان ديال التاسعه. النصيحه اللي غادي نقدر نقول لكم هو حاولوا انكم تساليو الدروس بكري بكري، وباش تجيبوا لا نوت اللي بغيتو. ماشي تخدموا غير الدروس وديروا الغيزيمون وتخدموا التمارين، وانما خدموا حتى فروض. يعني بحال قلتو دوك الفروض اللي دوزوا الناس قبل منكم العيمه اللي فاتوا، ديال العيمه اللي فاتوا، يعني الجهويات ديال الثالثه اعدادي ديال العيمه اللي فاتوا كاملين. واهم حاجه اهم حاجه هو انكم تحدوا الوقت. انا غنعاود لكم على راسي واحد، يعني كيفاش انا قدرت انني نجيب هذوك لي نوت اللي قلت لكم في الاول، في الماط وفي الفيزيك والاس في تي وكل شيء. لا ميثود اللي كنت كندير هو انه قال شارج، يعني شاركها معايا واحد البروف ديال السوايع الله يعطيه الخير، كنت كندير عنده السوايع في الماط. كان كيقول لي كيعطيني فرض مثلا، كنمشي كنخدمو كنجيبو ليه وكنعطيه الوقت فاش خدمته. كندير كنحط حدايا كرونو كنخدمو، مثلا الفرض عندي فيه الحق مثلا غير ساعه ونص. انا كان النهار الاول مثلا كنعقل خدمت في الفرد الاول في ساعه و45 دقيقه ولا ساعه و50 دقيقه، وفاش جبتو ليه غير صحوا ليا لقى فيه ديفو. وعاود نفس داك الفرد عاود خدمته المره الثانيه وخدمته في وقت اقل، وعاوتاني عاودت فيه لي فوت حيت كان عطاني يعني التصحيح ديالو. ومشيت للدار، جات للدار شفت داك التصحيح مزيان وفهمت كل حاجه علاش تحطت تماك. وعاودت الفرد كانه اول مره كيتحط قدامي، ودرت الكرونو عاوتاني وخدمته جو بونس في ساعه و45 دقيقه. وعاودت المره الثالثه وعاودت المره الرابعه. هاد القضيه هادي عاونتني بزاف 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 في الامتحانات، وعاونتني انني نعرف كيفاش نجري الوقت ديالي، يعني على حسب الامتحان اللي تحط ليا. داكشي باش قدرت انني نسالي الامتحانات ديالي كاملين، يعني نسالي الامتحانات ديالي كاملين. وقدرت انني يعني نساليهم في الوقت ديالهم، وما خليت حتى شي كيسيون الا هذيك الكيسيون ديال الفيزيك اللي رونتني الصراحه، ديال انه خليتها حتى الاخر مع العلم انني درت لها لا سوليوشن ديالها في عقلي، ولكن ما كتبتش انني نجاوب عليها. ومع العلم بقات لي 10 دقائق لما وكذلك خدمته دغيا لا اس في تي وكذلك كل شيء. يعني النصيحه اللي غادي نقولها لكم وديروها في عقلكم فاش يقربوا الامتحانات، حاولوا انكم هادشي باش نيت يدير لكم عقلكم انكم تخدموا اجور، وفي نفس الوقت تكملوا الدروس ديالكم في الوقيته ديالهم، وما تخلوهمش حتى الاخر عاد تبداو تخدموهم باش ما ترونوش وما تستريساوش وما تدبريساوش وما يعني ما تيموتيفاوش، يعني تبقاو دائما يعني كتحسوا يعني كتحسوا بالعيا وكتحسوا براسكم مخربقين وحتى شي حاجه ما بغات تشد لكم. حيت خدموا في الوقت اللي خاصكم تخدموا فيه، قلوا من الراحه. لانه الا خديتو راه غير 10 دقائق ديال الراحه ولا ساعه ديال الراحه في النهار راه كافياكم ياك. وراه ماشي عندكم شي حاجه اللي هي كثيره بزاف، راه الامتحانات ديال التاسعه راه ساهلين 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 بزاف. وكونوا على يقين فاش غادي تفوتوا تدوزوا السانكيام، فاش غطلعوا السانكيام غادي تبداو تقولوا راه داكشي اللي دوزنا راه ساهل، والدروس داكشي اللي دوزنا فيهم راه ساهلين، وتا الامتحانات راه كانوا ساهلين. راه غير لو في ديال انكم الخلعه وديك الشيء وداك ستريس ديك الوقيته فاش كتكونوا كلشي كيولي كيبان لكم صعيب. داكشي باش قلت لكم في الاول ديال الفيديو، حاولوا انكم تحيدوا عليكم الاحكام المسبقه على المواد. راه الماده ما تحكم عليها حتى تعطيها وقتها وحتى تخدمها انت. يعني مثلا شي درس ما تحكمش عليه قبل ولا شي حاجه، خدمو نتايا وعطيه وقته. على ديك الساعه تقول راه حيت سالي كاع داك الدرس كامل، هذيك الساعه تقول راه لا هذا راه صعيب وراه صعيب يتفهم ولا صعيب مخصو يعني جاني انا صعيب وما نقدرش ندير فيه حتى شي حاجه. فهمتوا؟ يعني ما تسمعوش الناس الاخرين اشنو كيقولوا. المهم هذه هي كانت لا فيديو ديال اليوم. ان شاء الله غنبارطاجي معكم بارت 2 من هاد لا فيديو هذه، وان شاء الله بارت 3 ولا بارت 4 حتى هي. غادي نقول لكم لي بروف اللي تتبعوا معاهم ان شاء الله، باش انكم تراجعوا الامتحانات، الامتحانات ديالكم وتوجدوا بها الفروض ديالكم. وغنبارطاجي معكم دي زابليكاسيون ان شاء الله كيفاش يعني باش يعاونوكم انكم واخا يكون عندكم التليفون كيفاش يعني تستافدوا من هاد لي زابليكاسيون هادو. كاينين دي زابليكاسيون، واحد لابليكاسيون زوينه اللي لقيتها، ولكن هذيك الشيء نخلي لكم سوربرايز حتى لا فيديو الجايه. كما قلت لكم الا كنتوا اول مره كتشوفوا هادشي ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا جميع الفيديوهات. ونخليكم دابا حتى لا فيديو الجايه ان شاء الله. يلا السلام عليكم.